من باب الرحمة والإنسانية إنك تفاجئ زوجتك وتنزل يوم الجمعة تجيب لها حاجة الأسبوع بتاعة السوق. فشنا بقى حكيم وهو بينزل الموز، جوافة بصوا زي اللوز، برتقان كمان بقى لسه إيه، لسه. بص أنت أول شخص الحاجة تحس إن هي كأنها رايحة تصدير، تنزل بقى أنت في نص السوق تلاقي الحاجة متاكلة يعني مش عارف الناس هي اللي بتبوظ الحاجة، فهي جاية إيه صبحة وجميلة والله. هنا بقى يا جماعة قفشنا حكيم وهو لسه بيبيع، وقال لنا النهارده ان الاستفندي ب 15 جنيه، بس احنا اتفقنا معاه اي حد يشوف الفيديو ده ويجي له ياخد استفندي بكام؟ 12 ونص. هياخد ال 2 كيلو ب 25 جنيه. ده استفندي سكري بتاع العريش. اهو بصوا يا جماعه عامل ازاي. فاللي يشوف الفيديو ده بقى وعايز يشوف حكيم في السوق يخش عليه يقول له انا شفت في الفيديو ال 2 كيلو ب 25، اساله من غير الفيديو هيقول لك ب 15. وهنا بقى البتنجان كان ب 15، والفلفل ب 20 الرومي، والفلفل ده ب 20، والكوسه ب 20، واي بتنجان بقى العيش الجزر. حكيم بقى بيقول ان الرمان دخل جدول. ليه دخل جدول؟ عشان بقى ممنوعات. بقى بكام الكيلو؟ بكام؟ لا للزبون. ب 40 يا جماعه، ب 40. هنا بقى المعلم مصطفى وصل اهو بالطماطم بتاع. نرجع بقى نطلع من فوق العربيه. ايوه خد بايدي يا ابني، خد بايدي، هات بايدي. بصوا عشان ايه نشوف الطماطم. اللهم بارك ما شاء الله. بصوا اهي هتلاقوا عنده كل المستويات، ما بيحرمش حد. او ب3 ب10 وب5 وب10 وب6 يعني اللي قاعد في الكنيسه هيشتري واللي جاي من التجمع هيشتري. فانا بحب المانجا، والمانجا كان شكلها يفتح النفس النهارده. تفاح برضو من الحاجات المفضله عندي. جاب بقى اللي بكتشفها ان الطماطم دي ما بتتباعش كده مجرد بيع الطماطم واي حد يقف ينقي، لا لازم البياع يفرز. يعني ده نوع طماطم، ده نوع طماطم، ده نوع طماطم. المعلم ده بقى هتلاقي عنده البتنجان، وهتلاقي عنده الكوسه، وهتلاقي عنده البتنجان الابيض. بصوا احلى حاجه ان هو فرشته تحس انك داخل صيدليه منظم. ايه ارخص كيلو طماطم في حياتك كلها جبته بكام؟ بتعريفه. تعريفه؟ والطعميه كان 5 طعميات بتعريفه. طبعا انت ما تعرفش التعريفه دي يعني ايه؟ لا والله ما ولا شفتهاش. تعرف ولا شيء خرد. انا شفت ولا 20 خرده؟ كان في عمله اسمها خرده. وصلت شحنه البطاطس. انت عارف انا خد عارف انا بقالي قد ايه مستنيك؟ بقالي قد ايه؟ ساعتين عشان قلت لهم مفيش غير الراجل المحترم ده اللي بيديني بطاطس يقول لي تحمير وتطلع تحمير. البصل بكام النهارده؟ وما تقوليش بقول لك ايه، ما تقوليش ب10 وتمسك هنا يبقى مش عارف ايه. كله بكام وبكام؟ 12 ونص وب15 اهو عند الجامع. 12 ونص وب15. وعايز اقول لكم بقى ان خلصت السوق في اقل من نص ساعه بعد لما الناس كملت وفرشت، وجبت كل الحاجه وعاملها لهم بقى مفاجاه عشان لما مراتي تصحى من النوم يعني تحس ان الواحد ريحها اسبوع عن ان هي تجيب الحاجه والكلام ده. بصراحه المفروض كل واحد يعمل مع مراته كده، يعني مفيش مانع انك تنزل اسبوع انت تفاجئهم كده وتجهز لهم حاجه الاسبوع كلها وتريح دماغك. عايز اقول لكم بقى من الحاجات اللي هتلاقوها غاليه النهارده الخيار. معرفش ليه التفاح والمانجا والفاكهه الغاليه بيحطوها في اكياس سودا تقريبا، يعني عشان الغلو فبيخافوا من عين الناس بيحطوها في اكياس سودا. الليمون هتلاقوه غالي النهارده، من ضمن الحاجات اللي هي غاليه ب 40 جنيه الكيلو. الخيار بس بصراحه برضو حلو، بس برضو من الحاجات اللي هي غاليه النهارده 25 جنيه الخيار. تمام. البصل 12 ونص، الموز 25، في ناس كتير بتبيعه 30، البرتقال 25. تخيلوا بقى شويه الحاجات دول بكام، وقول لي كنت بتجيبهم من سنتين بكام.